ازيك يا عبقري؟ اهلا بيك في حلقة جديدة في سلسلة دردشة مع العبقري. ولو النت معاك سريع فمبروك على الصدفة، ولو بطيء فده الطبيعي. والنهاردة حلقتنا عن النت في مصر، وليه دايما احنا اللي بنبقى المشكلة، ومش بأرقام شركة، بصوت الشعب المتجاهل إلى مسؤول التكنولوجيا والنت والليلة الحلوة دي. أهلا بك يا عبقري في تجربة الإنترنت في مصر، المكان الوحيد تقريبا اللي بتدفع فيه فلوس أكتر علشان تستخدم أقل. ومع أول سؤال، ليه سرعة الإنترنت مش ثابتة؟ وليه يا تبقى سلحفة يا إما تبقى صاروخ؟ وبالنسبة للطبيعي سلحفة. ومؤخرا عملوا سرعة ال 5G في مصر. ويا ترى ليه يا عبقري؟ عشان هما بيطوروا النت في مصر وكده؟ ده لا طبعا. ولا علشان كده النت هيخلص قبل ميعاده اكتر بكتير وندفع اكتر؟ اهي دي بقى الاجابة يا عبقري، ان هي ماني. وبالنسبة ان النت بيخلص قبل ميعاده، الموضوع انك كل شهر بتدفع فلوس، يا ريت كل شهر بجد يعني، عشان 140 جيجا. ولو زودت لل 250 او 240 مش فاكر يعني، هيخلصوا برضه عادي خالص، هيخلصوا بدري. وتدفع عادي برضه على الاساس ان الجيجات دي كيلو بطاطس، يعني انت رايح تشتري كيلو بطاطس و140 جيجا، فاهم؟ مش معقولة خالص عموما يعني. والحل ايه بقى يا البسيط؟ يعني اختراع جديد طبعا على البشرية، ما اتعملش قبل كده غير في أفريقيا وأوروبا وآسيا بس إلا احنا، وهو الإنترنت غير محدود. حرفيا العالم كله بقى unlimited إلا احنا. تشتري باقة كبيرة وتفرح أول أسبوع أو أسبوعين عادي كده، وتلاقي رسالة تقول تم استهلاك 90% أو 100% من باقة النت. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ والله ده انت يا دوبك اتفرجت على كام فيديو مثلا بجودة 360 او حتى 240، او كمان تتفرج بجودة 144 اقل جودة في التاريخ عشان تقلل نت، وبرضه النت يخلص عادي. ويقول ايه يا عم؟ بيقول ايه بقى يا عم المسؤول؟ اصل الفيديوهات بتستهلك نت عالي. والله لا يا اخي، معلومة سبحان الله. يعني العالم بيتفرج على جودة 720 و1080 اللي هو المصري بيسمع عنها بس عمره ما استخدمها، دي ما بتستهلكش نت مثلا؟ هو إلا المصري يعني يتفرج بنص عين علشان يستهلك نت أقل ولا إيه؟ يعني إيه ده؟ والغريب بيقولوا إن دايما إحنا المشكلة. طب ليه بقى؟ أصل الشعب بيستهلك نت، أصله بيتفرج على فيديوهات، أصله بيحمل حاجات، أصله بيعمل تحديثات كمان. والله امال انا جايب النت ليه بقى؟ اتفرج عليه مثلا؟ وتحديثات ايه اللي نقفلها؟ انت بتمنعنا من الجديد؟ ده كده يبقى معانا حديدة مش تليفون، والبنية لا تستحمل والله. امال حريق سنترال رمسيس ده لما النت بقى محدود والسرعات عالية، دي بنية ما بتستحملش برضه؟ وبس كده يا عبقري، خليك فهمان. سلام. واستنى الجديد واشترك في القناة ما تنساش، وخش على رابط اللي هو في البايو لقناة التيك توك.